فاكر ان العقار استثمار امن او ان الاسهم اخطر؟ الحقيقه غير كده تماما. ركز كويس في الحلقه دي. الاحسن تشتري العقار ولا الاسهم؟ المقارنه اللي كل الناس بتسال عنها، وللاسف 90% من الناس بيجاوبوا السؤال ده غلط، وده السبب اللي بيخليهم يفضلوا عايشين paycheck to paycheck. بس قبل ما نبدا، تخيل انك بعد 5 سنين من دلوقتي بتبص ورا وتقول الحمد لله اني سمعت الكلام ده النهارده. السلام عليكم يا اصدقائي ابطال الوعي المالي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. النهارده دي قطعة البازل رقم 15، ودي مش أي قطعة، دي المفتاح اللي هيفتح لك أفق اختيار أصول قوية عشان تبني ثروتك بجد. هات فنجان قهوتك وجهز نفسك. بعد الفيديو ده هتقدر تحدد طريقك الاستثماري بوضوح، والزمن خلي بالك إنه بيجري. يلا بينا تعالوا نفكر مع بعض. لو معاك 500 ألف جنيه دلوقتي، تحطهم في قسط شقة ولا في البورصة؟ عشان نعرف نجاوب على السؤال ده لازم أكلمكم عن جدال مستمر بقاله سنين وسنين في عالم الاستثمار، اللي هو استثمر في العقار ولا في الاسهم. ده سؤال بيحير اي حد عايز يبدا رحله الاستثمار. بتسمع ناس بتقولك العقار هو الاستثمار الامن وهو الذهب اللي ما بياكلش، وناس تانية تقولك الاسهم هي اللي بتعمل الثروات الحقيقيه والنمو فيها اسرع بكتير. يا ترى مين فيهم صح؟ وهل في اجابه واحده تنفع لكل الناس؟ الحقيقه يا جماعه ان الاجابه بتعتمد على حاجات كتيره جدا، كل واحد فيهم ليه ميزاته وعيوبه وليه دور مختلف في محفظتك المالية. ولو فهمت الفرق بينهم صح هتقدر تاخد القرار اللي يناسبك انت ويناسب اهدافك وظروفك. النهاردة هنعمل مقارنة مباشرة خطوة بخطوة بين الاستثمار في العقار والاستثمار في الاسهم، وهوريك ازاي تختار اللي يناسبك عشان تبني ثروتك بذكاء. يلا بينا. العقار يا جماعة هو الاستثمار الاقدم والاكثر شعبية بالذات في مجتمعاتنا. الناس بتحب تحس ان معاها حاجة ماسكة نفسها، حاجة على الارض. مرة واحد صاحبي قرر يشتري شقة صغيرة في منطقة ناشئة، وقتها الناس ضحكت عليه وقال دي صحراء، ده ما فيش فيها اي حد والكلام ده. بعد 7 سنين المنطقة دي بقت مليانة مولات وكافيهات، وسعر الشقة تضاعف 3 مرات. العقار بيكافئ الصبر، بس خلي بالك، هل الأمان اللي بيديه العقار فعلا حقيقي ولا مجرد ده وهم نفسي؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف مميزاته وعيوبه. مميزاته هي ليه الناس بتحبه. أولا هو أمان ملموس، بتشتري حاجة تقدر تشوفها وتلمسها، ده بيدي إحساس كبير بالأمان النفسي. تاني حاجة دخل إيجاري ثابت، لو اشتريت عقار بقصد تأجيره بيجيب لك دخل شهري أو سنوي ثابت، يعني دخل سلبي ممتاز. تالت حاجة حماية من التضخم، قيمة العقارات بالذات اللي في مناطق مميزة بتزيد مع التضخم وبتحافظ على قوتها الشرائية، وممكن كمان تزيد عنها. هل في ميزات من غير عيوب؟ ايه عيوبه اللي ممكن يخليه مش مناسب ليك؟ هو ايه؟ اولا بيحتاج رأس مال كبير جدا للبداية. تاني حاجة معظم الناس مش معاها ملايين عشان تشتري عقار. تالت حاجة مش سيولة عالية، يعني معناها بيع العقار بياخد وقت، ممكن شهور او سنين، ما ينفعش لو احتجت فلوسك بسرعة. رابع حاجة مصاريف كتيرة ومستمرة، صيانة، ضرائب عقارية، فواتير، سمسرة، تشطيبات، وممكن يجيلك مستأجر ما ينفعش معاك ويورثك مشاكل. النقطة اللي بعد كده النمو بتاعه بطيء، العقار مش بيزيد سعره بسرعة صاروخية كل يوم، هو استثمار طويل الأجل جدا، ومخاطره خلي بالك إن مخاطره مركزة. أنت بتحط فلوس كتيرة جدا في أصل واحد في مكان واحد، لو المنطقة دي حصل فيها مشكلة أو القوانين اللي اتغيرت ممكن قيمة العقار تتأثر سلبيا بشكل كبير. فاكرين قاعدة التنويع اللي اتكلمنا عنها قبل كده؟ بص يا صديقي، بناء الثروة مش مجرد حلم، دي خطة، وبالظبط زي البازل كل قطعة بتكمل التانية. وعشان اسهل عليك جهزت لك خطة 30 يوم للتحرر المالي، تقدر تحملها مجانا من اول لينك في صندوق الوصف. كامل معايا الفيديو وهتفهم ازاي القطع دي بتركب مع بعض. وهنا بقى ندخل على اللعبة اللي بتخلي الاغنياء أغنياء بجد. الأسهم هي الاستثمار اللي ممكن يحقق أعلى العوائد، وهو اللي بيبني بيه الأغنياء ثرواتهم الضخمة على المدى الطويل. العقار زي شجرة المانجو، محتاجة سنين عشان تطرح، لكن الأسهم زي مزرعة الطماطم، تطلع أسرع لكن لازم تتابعها كويس وتعرف إمتى تحصد. طب إيه مميزاته وليه الأغنياء بيحبوه؟ عشان سهولة الوصول ورأس ماله قليل للبداية. ممكن تبدأ تستثمر في الأسهم بمبالغ صغيرة جدا، حتى لو 1000 جنيه
زي ما اتكلمنا. تاني حاجة سيولة عالية جدا، تقدر تبيع أسهمك وتحولها لفلوس كاش في خلال يوم أو خلال أيام قليلة. تالت حاجة عوائد تاريخية أعلى على المدى الطويل، عشرات السنين يعني. الأسهم ككل بتدي عائد أعلى من العقارات أو الذهب بسبب قوة العائد المركب اللي كنا اتكلمنا عنها. تخيل إنك لو كنت حاطط 1000 جنيه بس من 10 سنين، النهاردة كان هيبقوا كام؟ كانوا هيبقوا حوالي 5 أو 6000 جنيه، يعني 5 أو 6 أضعاف. رابع حاجة التنويع، سهل جدا تشتري أسهم في شركات ومجالات مختلفة ومن دول مختلفة كمان، وده بيقلل المخاطرة بشكل كبير جدا. فاكرين صناديق المؤشرات ETF اللي اتكلمنا عنها؟ خامس حاجة دخل سلبي، يعني قصدي بيها الديفيدنز. كتير من الشركات دي بتوزع أرباح على المساهمين بشكل دوري. طب زي ما احنا اتكلمنا في ميزات، ايه عيوبه؟ أول حاجة تقلبات عالية، يعني أسعار السهم بتطلع وتنزل بسرعة، وده اللي بيخوف المبتدئين، لكن دي طبيعة السوق، ولو استثمرت على المدى الطويل التقلبات دي بتستقر. تاني حاجة بتحتاج معرفة ودراسة، لازم تكون عارف بتحط فلوسك فين وبتشتري بيها ايه، وازاي تختار الشركات الكويسة. فاكرين استثمار في الأصول اللي فاهمها؟ تالت حاجة مش ملموسة، يعني ما تقدرش تمسكها، انت بتشتري ورقة بتثبت ملكيتك في شركة. كتير من الناس بتحب تحس بحاجة ملموسة. طب سؤال مهم، طب اسمع دي، موقف حقيقي حصل قدامي هيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تختار. واحد من معارفي قرر يحط تحويشة عمره كلها في شقة، وكان بيقول العقار عمره ما يخسر، وكان شاري من مطور عقاري له وزنه ومعروف جدا. ولما جه يستلم وقرر يبيع، لقى ان سعر الشقة بالظبط تقريبا هو لانه كان شاريها بالقسط، وكان المطور حاسبها على سعرها ساعة التسليم واضطر يبيعها في نفس الوقت. صاحبه التاني بدأ يستثمر بمبالغ صغيرة جدا في الأسهم، كان بيشيل كل شهر حوالي 500 أو 600 جنيه، رقم صغير كده. بس في صناديق المؤشرات بعد 7 سنين قيمة محفظته تضاعفت بشكل ضخم، حوالي 3 أو 4 أضعاف لفلوسه الأصلية اللي حطها. هنا الفرق ظهر، واحد ربط كل فلوسه في أصل واحد وما استفادش كتير، والتاني وزع استثماره ونما أسرع. القصة دي بتورينا إن القرار مش بس عقار ولا أسهم، القرار هو إزاي تدير استثماراتك بذكاء. العقار والأسهم هم مجرد قطعتين في بازل أكبر. لو عايز تكمل البازل وتشوف الصورة كاملة، طريقك نحو الحرية المالية، حمل الخطة كلها مجانا، ودي بداية الطريق للحرية المالية. الخلاصة يا جماعة، مفيش إجابة واحدة أحسن من التاني لكل الناس، لكن كل واحد فيهم له مميزاته وعيوبه وبيناسب شخصيات وأهداف مختلفة. الإجابة الصحيحة الاتنين معا. أفضل محفظة مالية هي المحفظة المتنوعة. فاكرين التنويع؟ محفظة فيها أنواع أصول مختلفة بتكمل بعض. عشان تحدد الأنسب ليك اسأل نفسك الكام سؤال دول. السؤال الاولاني، راس المال المتاح ليك قد ايه؟ لو قليل الاسهم هي الانسب في البدايه. تاني حاجه، اهدافك ايه؟ عايز دخل شهري ثابت وبطيء يبقى عقار، عايز نمو سريع على المدى الطويل اسهم. مدى تحملك للمخاطره، العقار اهدى اقل تقلبا، الاسهم اكثر تقلبا لكن عائدها اعلى. رابع حاجه، قد ايه عايز تكون سيولتك عاليه؟ لو بتحتاج فلوسك بسرعه الاسهم طبعا هي الافضل. خامس حاجه، قد ايه عندك وقت ومجهود للمتابعه؟ العقار بيحتاج صيانه ومتابعه للمستاجرين، الاسهم بتحتاج متابعه للشركات والسوق. كده المقارنه النهائيه، السيوله الاسهم اعلى والعقار اقل. راس المال للبدايه الاسهم اقل والعقار اكبر. التقلبات الاسهم اعلى والعقار اقل. المصاريف المستمره العقار اعلى الاسهم اقل، وبتبقى بس العمولات بتاعت البروكر. العائد المحتمل على المدى الطويل الاسهم تاريخيا اعلى والعقار اقل. دي كده الخلاصه. اذا مين الفائز في المعركه دي، العقار ولا الاسهم؟ اكتب لي تحت في التعليقات. يا صديقي، مفيش استثمار مثالي لكل الناس. المستثمر الذكي هو اللي بيفهم كل اصل دوره ايه ويجمع الاصول دي في محفظه متنوعه تناسب اهدافه وتحمله للمخاطره. ممكن تبدا بالاسهم لو راس مالك قليل، ولما محفظتك تكبر ممكن تضيف العقارات. المهم هو انك تبدا وتتعلم وتستمر في بناء اصولك، وصدقني لما تعرف ازاي تحسب العائد مقابل المخاطره، حياتك الاستثماريه مش هتكون زي قبل كده ابدا. في الحلقه الجايه هكشف لك سر لعبه الكبار في الاستثمار اللي هو العائد والمخاطره. هقول لك ازاي تقيس المخاطر في اي استثمار قدامك، سواء كان عقار، سهم او حتى مشروع، وازاي تحدد العائد اللي تستحقه مقابل المخاطره دي. هتتعلم تفكر زي المحترفين، تقدر تحسب فرصتك بدقه قبل ما تحط جنيه واحد.
الحلقة دي مهمة جدا لانها هتنقلك من مجرد مستثمر هاوي لمستثمر عنده ادوات وخريطة طريق واضحة. استعد لان رحلة الاحتراف ابتدت. لو الفيديو ده فتح عينك على حاجة جديدة او غير تفكيرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس اللي محتاجة المعلومة دي. واكتب لي في تعليقات تحت، انت من فريق العقار ولا فريق الاسهم؟ وايه الاصول اللي بتفكر تضيفها لمحفظتك بعد الفيديو ده؟ شاركني رأيك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقة الجاية عشان نكمل بناء بازل الحرية المالية خطوة بخطوة. خليك غني وغير عاداتك المالية. السلام عليكم.